كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان في ست اسمها دهية. عايش الست دهية مع زوجها في قرية صغيرة، وكان عندهم بقرة واحدة. كان الراجل الطيب يتعب طول النهار ما يوقفش لحظة، وده كله بسبب البقرة اللي كانت بتاكل كتير. قرر الراجل إنه يبيعها ويشتري بقرة تانية تكون بتاكل أقل، وفعلا باع الراجل البقرة ب5000 جنيه. رجع الزوج لزوجته زي أي زوج أصيل، ادى الفلوس ليها وطلب منها إنها تخبيهم لحد ما ياخدهم ويشتري بقرة تانية، ووصاها إنها تخلي الموضوع سر، وحذرها إنها تقول قدام أي حد فيطمع في الفلوس ويسرقها. الست داهية قدرت تخبي الفلوس في مكان أمين، بس للأسف ما قدرتش تمسك لسانها، وحكت الحكاية بتفاصيلها لجارتها. الجارة الخبيثة قررت تعمل حيلة على الست داهية وتاخد منها الفلوس، فأقنعتها إنها تغير اسمها. إزاي ست جميلة زيك كده يبقى اسمها داهية؟ ده اسم وحش جدا، مش لايق بجمالك ورقتك. أنا رأيي إنك لو عندك اسم جميل ده هيكون أغلى بكتير من 100 بقرة. الست دهية استغربت وسألتها: وأنا أجيب اسم جميل منين؟ جارتها قالت لها: من بياع الأسامي، كل يوم بيمر قدامي، أول ما تسمعيه بينادي اخرجي واشتري منه اسم يليق بجمالك ورقتك. الجارة الخبيثة دبرت المكيدة مع واحد من قرايبها، كل اللي عليه يمثل دور بياع الأسامي. وفعلا جه الراجل تاني يوم لحد بيت الست داهية، وجايب معاه عربية وعليها بطاقات كتير من الورق، كل بطاقة مكتوب عليها اسم من الأسامي. وقدام بيت الست داهية فضل ينادي: بياع الأسامي، قرب اشتري نقي أحلى الأسماء تلاقي، عندنا أسماء كتيرة، عندنا عروض خطيرة، قرب نقي اشتري. وأول ما الست داهية سمعته خرجت بسرعة وفضلت تدور في الأسامي لحد ما مسكت بطاقة مكتوب عليها ست الحسن والجمال. أيوة، هو ده الاسم اللي يليق بيا وبجمالي وبحلاوتي. الراجل قال لها: بس ده غالي حبتين. قالت له: بكام يعني؟ قال لها: ب5000 جنيه. جريت الست داهية وجابت الفلوس ودفعت حق الاسم، أخدت البطاقة اللي مكتوب عليها الاسم الجديد وعلقتها على باب الدار. ولما جه جوزها للبيت علشان يرتاح ويتغدى فضل ينادي عليها: يا دودو، يا دهيتي، يا داهية. ايه ده؟ هي ما بتردش ليه؟ قام يروح يشوفها. عمالة نادي عليكي مش بتردي ليه؟ انا ما اسميش داهية، انا بقى عندي اسم جديد اهو. ايه؟ ست الحسن والجمال؟ يعني ايه برضو؟ انا ما فهمتش. انتي غيرتي اسمك؟ ايوه، اشتريته. ايه رأيك؟ بذمتك مش احلى واجمل من اسم داهية ده؟ وكمان لايقة على جمالي ورقتي. ايه اشتريتيه؟ واشتريتيه منين وبكام؟ اشتريته من بياع الاسامي ب5000 جنيه بس. ايه؟ 5000 ايه؟ اشتريتي ورقة بتمن البقرة؟ زوجها اتضايق منها جدا، حاول يفهمها انها اتضحك عليها بس مفيش فايدة. ايه ده؟ انت مستخسر فيا حتة اسم؟ قال لها: مش قادر استحمل تفكيرك ودماغك. اقولك انا هسيبلك البيت ووعدك لو قابلت حد زيك هرجعلك. مشي الراجل وقرر يسافر لبلاد بعيدة، وهو ماشي قابلته ست كبيرة شايلة على راسها قفص مليان خير، فطير مشلتت وزبدة وبيض وسمنة وجبنة.
خير كتير جدا. طلبت منه إنه يوصل القفص ده لأختها. حاول الراجل إنه يفهمها إنه مش من هنا وإنه ما يعرفش أختها. الست ما ردتش عليه ومشيت وسابته. بينه وبين نفسه قال: وادي أول داهية. مشي الراجل في طريقه، وفي طريقه مر على ناس عندهم فرح، ولما قرب سمع صوت بكا وصراخ بدل الزغاريد. ولما سألهم عن السبب قالوا له إنه من عاداتهم وعرفهم إن العروسة تدخل بيت جوزها وهي راكبة حصان أبيض. سأل الراجل: وإيه المشكلة؟ قالوا له: العروسة طويلة جدا وكمان راكبة الحصان، هتدخل إزاي؟ قال لهم: بسيطة، العروسة توطي راسها. إيه؟ توطي راسها؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده احنا نقطع راسها، ولا إنها تدخل بيت جوزها وهي موطية. لازم تدخل كده وهي رافعة راسها لفوق. فكر الراجل وبسرعة جاب عصاية ونغز بيها رجل الحصان، فضعفت قوة رجليه ونزل ناحية الأرض. رجع نغزه تاني فزحف الحصان ورجع يقف. ولما وقف الحصان كان دخل بالعروسة جوه البيت ومن غير ما توطي راسها. فرحت الناس جدا وشكرت الراجل على جميله اللي عمرهم ما هينسوه. العروسة ادت للراجل كل ذهبها، مش بس هي، ده هي وكل ستات عيلتها. قال الراجل في نفسه: وادي دواهي تانية. أخد الراجل الذهب في صندوق كبير وكمل طريقه. وهو ماشي شاف ناس حاطة قدام بيوتها صناديق خشبية طول النهار على أمل إنهم يصطادوا الشمس ويدخلوها بيوتهم. اتعجب الراجل جدا منهم ومن أفعالهم وقال لهم: أنا عندي حل لمشكلتكم. دخل الراجل لكل بيت وفتح فيه شباك، فدخلت الشمس جوه كل بيت. فرحت الناس ومن فرحتهم جمعوا كل أموالهم وادوها للراجل، وادوله كمان عربية بحصان يركب عليها ويحط عليها صندوق الذهب وصندوق الفلوس، وكمان ما يمشيش. مشي الراجل بين البلاد وبقى ياكل من الأكل اللي ادته له الست العجوزة. وهو ماشي نفسه راحت كده لكوباية شاي، فبص لقى فيه بيت كده على جانب الطريق. نزل وخبط على البيت. صاحب البيت رحب بيه ودخله، وكمان نده لبنته وطلب منها إن هي تعمل له كوباية الشاي. البنت أول ما شافت الراجل فضلت تعيط. سألها أبوها عن السبب فقالت له: أول ما شفت الراجل ده اتخيلت إنه اتجوزني، وتخيلت كمان إن أنا خلفت منه طفل، وتخيلت كمان إن هو جابني أنا والطفل ده عندكم علشان نزوركم، وتخيلت كمان إني وأنا قاعدة معاكم ابني طلع فوق السطح عشان يلعب، وتخيلت كمان إن هو بيلعب وقع من على السطح ومات. وتعيط البنت ويعيط الأب وتيجي الأم تعيط. ولما الراجل لقاهم كده ما بقاش عارف يضحك ولا يهرب من جنانهم، وفجأة قرر إنه يجريهم في كلامهم، فدخل معاهم في الحوار وقال لهم: طيب أنا ماليش دعوة، أنا عايز ابني دلوقتي، رجعولي ابني. أبو البنت قال له: أرجوك ما تعملش لينا مشاكل وأنا هديلك البيت ده، بس أرجوك تسكت وما تتكلمش. وفعلا الراجل اداله البيت وأخد بنته ومراته وسابوا البيت. لا، ده على كده داهية مراتي أهون بكتير. رجع الراجل للست داهية وجابها معاه للبيت الجديد وقال لها إنه قابل دواهي كتير، واكتشف إنها أجمل وأرق داهية في حياته. وبعد ما مضى وكان ما كان تنتهي الحكاية ولا يتوقف الزمان.